طبعا يا جماعة دي أعمار في عمر البيع. يعني دلوقتي كيلو 2 كيلو، كيلو 900 وكيلو 800. طبعا احنا في موسم وكله عايز يخرج سلالة كتير وعايز ينتج سلالة ضخمة، بحيث اللي هو يحرق شوية شغل من الأمهات اللي الناس اللي عايزة أو الناس اللي بتبتدي في مشروع الأرانب يبدأ ياخد منه سلالات. فعشان بنخرج سلالات كتير وعدد كبير، احنا بنضطر نعمل زي ما انتم شايفين كده. طبعا السلاله باينه قدامنا اهيت، دي عمر البيع اللحم زي ما انتم شايفين كده. دي عمر السلالات اللي هي بيتسمى سلاله او انت بتسميه تسمين للبيع. طبعا احنا طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم كده، دي طبعا كلها بنخش بنشوف الظهرية. طبعا بنلاقي حاجات زي ديت ممكن تكون قليلة سنة وما فيهاش نفس المواصفات اللي هي تنفع سلالة. فاحنا بنضطر في الايام ديت ساعة عمر البيع بناخد الحاجات دي اللي هي ملهاش حوض ولا ظهرية كويسة بنبيعها لحم. فانت بتيجي تبص تلاقي نفسك بتحوش السلالة زي الحاجات ديت يا جماعة، بتحوشها سلالة بتلاقيها فيها المواصفات، حوض كويس وحاجة زي ما انتم شايفين كده، حاجة بسم الله ما شاء الله. فاحنا بنضطر بتلاقي في كل عين من ديت 4. فانت بتضطر بتحوش اللي نموها قليل خالص، اللي هي بتعمل لها كيلو 700 واخواتها عاملين كيلو 900 وكيلو 800، وديت عامله كيلو 700. وبتلاقي نموها ضعيف اصلا معاك في فتره التسمين. فبتبدا بقى تحوش كله، واللي يطلع دكوره دكوره واللي بيطلع نوتي نوتي. فبتعمل ايه بقى بعد المرحله ديت؟ وما بتحوش الحته اللي هي مش كويسه بتبيعها لحم، والباقي يا جماعه بتعمل فيه ايه؟ شوفوا معايا الفيديو ده. طبعا يا جماعه بتحطها في كل عين لوحدها ومسؤوله من علافه، وبتحطها في كل عين عشان برضو الام تفرد معاك زي ما انت شايف كده يا جماعه. حاجه بسم الله ما شاء الله. هي دي السلاله بتاعتنا، حاجه مميزه اهيت يا جماعه زي ما انتم شايفين. ان شاء الله شهر وتشتغل ديت وبتلاقي معاك اهي. اما بتحط في عين لوحدها وبتهتم وجبات العلب بتاعتها زي اي ام في قلب المزرعه، بتعرف تطلع سلالات زي ما انت شايف قدامك كده. دي طبعا بتعمل قسم النوتي لوحده. اصحاب المزارع بيعملوا قسم للنوتي لوحده، والذكور زي ما انتم شايفين كده هوريها لكم. والذكور طبعا لوحدها زي ما انتم شايفين قدامكم كده. بيبدأ بقى اهوت. دي فاضل له يا جماعه شهر ونص ويشتغل برضه او شهر. الخصي بتاعه طلع اهوت يا جماعه، حاجه بسم الله ما شاء الله. سلالات كويسه الحمد لله وبفضل الله. هتلاقي السلاله اللي انت محتاجها موجوده، او اللحم. وعندنا الحمد لله دم كويس جدا ودم عالي. واللي بيخش عندنا او بياخد سلاله من عندنا بيتبسط بالحاجه بتاعتنا سواء في النظافه. تعالوا اوريكم الدكر ده يا جماعه. انا كان معايا في الفيديو، في فيديو يا جماعه كنت عارض الدكر ده على ظهر البطاريه. وطبعا الدكر ده لقيته فيه ميزه كويسه فسبته زي ما انتم شايفين كده اهوت يا جماعه. دكر برضه فاضله شهر ويشتغل اهو. انا بشغل الدكوره على 5 شهور، 5 شهور ونص. هو الدكر ده الحمد لله هو توصل له 3 كيلو او 3 كيلو الا حاجات بسيطه، حاجه كويسه. شايفين يا جماعه الحمد لله دم عالي الحمد لله. شايفين حاجه كويسه مستوى عالي والحمد لله. يعني كل اللي هتخش هتلاقيه، بس احنا بنشتغلش الا في البطاريات المستعمله. دي دكر اللي انا مدربه على التركيح واشتغل معايا، بس لسه ما نعرفش سواء موجب او التلقيح بتاعه يعمل معانا ايه. احنا بنجربه مره واثنين وثلاثه زي ما انتم شايفين قدامكم كده، حاجه مستوى كويس. دي قسم الذكور يا جماعه. طبعا زي ما وريتكم اول مرحله ساعه عمر البياع، احنا بنشيل في كل عين واحده بدل ما نبيعه للتاجر كله. لا احنا بنبيع الحاجه اللي هي مش هتظبط معانا في النمو، وبنضطر نسيب كل ارنب في عين زي ده عشان نقدر نديه للناس اللي بتبتدي في لسه جديد في مشروع الارنب. يا ريت لو المعلومه دي عجبتك ما تنساش اخوك في اللايك
ويا ريت كل الناس تشير، ويا ريت كل الناس تشير للقناة. كان معكم اخوكم احمد من مزرعة ارانب الاسلامية.